سلام. اليوم السؤال عن إعادة الإدرار أو الريلاكتيشن. هون الأم عم تسأل صار 3 أسابيع بدها ترجع الحليب عبر الشفط، وقد ايه بده ياخد وقت ليرجع. خلينا نجاوب بالأساسيات بالبيسكس، لأنه إذا بدي أتعمق أكتر بدكم تحجزوا استشارة لنعرف شو صاير ونلاقي حل، والحمد لله عطول منلاقي حل. طيب، تعرفوا أنتو الثدي هو عبارة عن عرض وطلب. العرض والطلب شو يعني؟ يعني أنا عم فضل الحليب من هيدا الثدي، عم نعمل stimulation أو تحفيز على الحلمة على الهالة البنية، يطلع الحليب بشكل متكرر ومستمر. هيك بيجي الحليب. بدي ردع بشكل متكرر ومستمر، استجيب للبيبي اللي إلي، تكون رضاعته صحيحة وفعالة. هيك جسمنا بيفهم إنه بدنا نعمل إنتاج حليب. أوكي؟ هاي خلوها هون ببالكم. طيب، إذا أنا البيبي ما عم يرضع لأي سبب كان، أنا والبيبي انفصلنا، أوكي؟ شو بصير هون بهالحالة؟ بهالحالة بدنا نلجأ للبامبينج أو سحب الحليب. اللي بحب يشوف، أنا عم صورة فيديوهات سوبر قدام عن البامبينج، حكي شوي أشياء بيسك. بس إذا أنا بدي أجي للبامبينج، بدي أشوف أول شي هيدي البامب قياسها، البرنامج، فعاليتها، وبده يتناسب مع الأم لتقدر تكون عم تعمل إعادة إدرار بطريقة صحيحة وفعالة. لأنه نحن قلنا الحليب بيجي بتكرار والاستمرارية والفعالية، فنحن بس بدنا نحط مجهود، بدنا نحطه بالمحل الصح. ما بدي يكون قاعدة أنا بس عم بعمل لنقول باور بامبينج وناسي القصص التانية اللي لازم سويها، يلي هو للأسف في كتير معلومات مغلوطة عن البامبينج وهالأخبار بتلاقوها كتير أونلاين. يعني حتى على بنترست بتلاقوها قصص. مش كل شي بيكون صح، في أشياء بتروح حسب ما يناسب الأم وبيناسب حياتها وظروفها، وضعها المادي، حتى باختيار المكنة. فلي قلك إياه إنه إذا بلشنا نسحب حليب بشكل متكرر ومستمر، أنا هون عم بحكي من 8 ل 12 مرة بالنهار بشكل فعال، المكنة تكون عم بتلبي ومنيحة. وإذا البيبي بيقدر يرضع كمان، هون بيفوت أكتر قصص ديتيلز أكتر. إيه بيرجع الحليب قد إيه بده وقت؟ حسب الجسم وحسب قديش كاين عم بيصير فترة مدينا ومطولين نحن مش مرضعين. بهيدي الحالة إيه بيرجع قد ايه بياخد وقت؟ هيدا بيعتمد على جسمك وعلى الكيس تبعولك. ممكن ياخد أسبوعين، ممكن ياخد شهر، ممكن ياخد أكتر شوي. إذا أنا صار لي موقفة سنة عن الرضاعة، إيه فينا نرجع بعد السنة نرضع، ما بيأثر. ما في شي بيقول للأم قبل 6 أشهر فينا نعمل ريلاكتيشن وبعد 6 أشهر ما فينا نعمل. لا، فينا نشتغل هيدا الموضوع. بس هودي الأجوبة ما فينا نعرفهم بالضبط قد ايه لنجرب. بدنا نعرف، بدنا نبلش بالمشروع هيدا يعني بالسكادجول الجديد ونشتغل على أساسه. اللي بده ياخد أكتر استشارات عن البامبينج عن غيره، أنا موجودة، بقدر ساوي هودي القصص أونلاين وساعدكم. أنا فاطمة، استشارة دولية برضاعة طبيعية وتغذية صغار الأطفال. شوفكم.